انا جيت. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعاده. فيديو النهارده فيديو خفيف لطيف هنتكلم فيه عن ازاي نستخدم الفولدر اللي عملناه في الفيديو اللي فات. الحقيقه امبارح انا نزلت على الانستجرام عندي على الاكونت، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن بوكس. نزلت كده مسابقه خفيفه انه اللي هتقدر تخمن الفيديو الجاي عن ايه هتاخد الفولدر ده هديه. هو طبعا لسه مازال تحت الانشاء، بس كنت ناويه اخلصه لو كان فعلا حد جاوب على السؤال، وللاسف ما حصلش. النهارده وانا بخرجه من المكتب، من درج المكتب، للاسف حصل له مشكله معينه كده، فمفيش مشكله، هاخد انا الفولدر ده وان شاء الله نعمل واحد جديد. فيديو النهارده بقى هنتكلم عن ازاي نستخدم الفولدر ده. اول حاجه هاتي يا ست الكل ورقه وقلم وتعالي يلا بينا نشخبط مع بعض، زي ما انا همسك ورقه وقلم وهشخبط دلوقتي. اول حاجه هجاوب على 3 اسئله مهمين جدا. اول سؤال، كام مصدر دخل عندي؟ تاني سؤال، ايه هما مصادر الدخل؟ تالت سؤال، كام المبلغ اللي بيخرج من تحت كل بند؟ وامتى مواعيد ان انا اقبض البنود دي؟ او بيتم مثلا الحساب بالشهر بالاسبوع ازاي؟ كل دي تفاصيل لازم انا ابقى احطها قدامي في الورقه والقلم عشان اقدر اطلع خطه كويس. هبتدي بعد كده اطلع منها ايه هي اوجه الصرف بتاعتي الخاصه بيا خلال الشهر. ليه جزئين. اول جزء اوجه صرف ضروريه، دي لازم بتبقى يعني لازم ان انا اسددها، وغالبا بتكون مرتبطه بمواعيد. القسم التاني هي اوجه الصرف غير الضروريه. هديكوا شوية أمثلة دلوقتي عن الحاجات اللي بالنسبة لي أنا ممكن تبقى أوجه صرف. فلو مثلا هناخد الأوجه الصرف الضرورية بالنسبة لي كريهام، هيبقى أول حاجة عندي الديون. أول ما بمسك الفلوس خلاص المرتب لازم أطلع منه الجزء بتاع الديون، ده لازم يطلع أول ما بمسك المرتب. بعد كده ببتدي يعني أستقطع جزء للجمعيات لو أنا داخلة جمعيات. بعد كده بطلع جزء للمشاركة المجتمعية، بتنقسم لأكتر من حاجة أنا مقسمها بالنسبة لي كمثال برضو للتبرعات أو التبس. لو أنا مثلا هدي تبس لحد أو كده، أو جاي لي ديليفري وبديله مثلا تبس وكده، فخلاص بيبقى ده تحت بند المشاركة المجتمعية. ندخل على البند التاني اللي هو ممكن نقول أوجه الصرف غير الضرورية، اللي ممكن تستنى، أو اللي لو ما دفعتهاش الشهر ده مش هيحصل لي أزمة، هعيش عادي. زي ايه مثلا؟ زي مثلا شحن الموبايل، ادوات مكتبية مثلا بطلع لها بند كده جزء من المصروف او جزء من المرتب. المصروف بتاعي، الخروجات دي طبعا تحتيها كذا بند. لو احنا هناكل بره، لو احنا مثلا عايزة اشتري حاجة ليا، متضايقة مخنوقة عايزة اجيب حاجة مثلا تفرحني شوكولاتاية وهكذا، فدي كانت تحت بند الخروجات او بند المصروف. طيب تعالوا بقى نفتح الفولدر ده. انا طبعا مقسماهم بالالوان، يعني الفولدر الاحمر ده لاوجه الصرف الضروريه. الفولدر التاني اللي هو البيربل او البنفسجي ده علشان اوجه صرف غير الضروريه. بالظبط كده. انا وريتكم، فتحت لكم او يعني الفولدر الاحمر ووريتكم مثال مثلا للاوجه الصرف بتاعتي، للتقسيمه بتاعتي. وكل فولدر او كل قسم جواه الورقه اللي انتوا شايفينها دي متقسمه المفروض ل4 اقسام. اول قسم التاريخ، تاريخ العملية سواء كانت سحب او ايداع يعني. البند التاني او العمود التاني للمبلغ، والبند اللي بعديه للاجمالي، والبند الرابع المفروض بيبقى التوتال موجود دلوقتي جوه البند ده قد ايه. كذلك باقي البنود ما عدا بنود بس لسه ايه ما تحطش فيها فلوس قوي، يعني زي ما انتم شايفين كده الفولدر فاضي. يعني الحمد لله، ان شاء الله ربنا يكرم ويتملي كله ان شاء الله. البند بعد كده الفولدر اللي بعده، الفولدر اللي بعد كده دي اوجه الصرف بالنسبه لي غير الضروريه، اللي ممكن اعيش من غيرها عادي. مش هيحصل لي ازمه، يعني شهر هيمشي عادي من غيرها. فوريتكم مثلا مثال تاني اهو، بند مصروفي برضو محطوط فيه ورقه متقسمه ل4 اقسام. اول قسم التاريخ، المبلغ، البند انا صرفت في ايه او المبلغ اللي داخل ده تبع ايه، والمبلغ النهائي. بالنسبة لبند المبلغ بحط فيه المبلغ بالرقم وجنبيه زائد او ناقص، علشان الزائد ترمز لان دي فلوس داخلة للبند، والناقص يرمز دي فلوس مصروفة من البند ده. وبس كده. اتمنى يكون الفيديو خفيف لطيف وقدرت اوصل فيه فكرة بسيطة مبدئية عن ازاي نستخدم الفولدرز دي. طبعا يعني هحاول ان شاء الله اوفر واحد تاني غير ده، ولسه يعني المسابقة لسه قائمة. واللي هتقدر تخمن برضو الفيديو الجاي عن ايه هنزل دلوقتي عن الانستجرام. لو قدرتي تخمنيه طبعا اكتبي في الكومنت وان شاء الله تبقى من نصيب. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. باي باي.